بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة الدايبة ده حلو قوي، وهقدمه مع رز بسمتي أبيض. طعمه حلو وسهل، ورمضان بيحب الأكل اللي طعمه حلو وكمان بسيط وما ياخدش مني وقت كتير في المطبخ. طبعا عايزين ننوع من أكلاتنا. الطاجن الحلو ده اللي اللحمة دايبة هنعرف عاملينه ازاي واحدة واحدة. أول حاجة عايزاها معاكي لحمة وخضار. اللحمة تكون متقطعة شرايح صغيرة عشان ما تاخدش مني وقت خالص في التسوية، وكمان عشان تكون القطعة يعني على قد المعلقة مع الرز. والخضار اللي أنا عايزاه بصل وطماطم وفلفل أخضر وفلفل أصفر وأحمر، يعني فلفل ألوان وفلفل حامي، وده حسب رغبتك. تمام. جيب حلة على النار، حط معلقة سمنة حلوة كده، وأسيب السمنة تسيح خالص عشان أبدأ أزود التوابل بتاعتي. انا هحط التوابل اول حاجة عشان ريحتها تطلع. حطيت اول حاجة المستكة، وبعدين هحط معلقة حبهان مطحون ومعلقة توابل، 7 توابل مع بعض، وورق لوري، ولو عايزة جوزة الطيب حطي. واقلبها تقليبة كده، الله على ريحتها، طلعت ريحتها التوابل وبقت ريحتها حلوة قوي. خلاص، والسمنة ساحت، انزل بقى على السمنة باللحمة. طبعا هتاخد صدمة وتغير لونها على طول، واللحمة دي مش تاخد وقت. بصي، كل ما بقلب على طول بتاخد اللون اللي انا عايزاه، بس انا مش محتاجة اكتر من انها تاخد لون بس. وبعد ما تاخد لون كويس قوي، هحط معلقة فلفل اسود واقلب. تمام. طبعا الملح هحطه في الاخر، بس انا هقلبها. خلاص، كلها كده زي ما انتي شايفة اهي. قربتها لك عشان تشوفي شكلها. هي من غير اي اضافة اي مية، هي نزلت شوية مية. اجيب بقى الخضار بتاعي وانزل بالخضار كله على بعضه على اللحمة، بس كده. واقلب بقى الخضار. بسيط وسهل جدا، وطريقة في منتهى الجمال، وتقدميها مع مكرونة، مع رز أبيض، مع رز بسمتي أصفر، مع رز مصري أبيض عادي، مع رز بشعرية. يعني بتنفع مع كل أي حاجة جنبها. حلوة وصنف حلو قوي وسهل وبسيط. في ناس كتير قوي مش عارفة تعمل يعني اللحمة تعملها بأي طريقة. دي طريقة من الطريقة اللي لما مش بلاقي حاجة أعملها في اللحمة فبعملها كده، وبتطلع طعمها تحفة. انا كده خلاص سبتها علشان تغلي مع بعضها كده، وتبدأ تنزل ميتها. طبعا معاكي قناة سوزي كيتشن، لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اهي بصي الخضار بدأ يدبل ازاي. انا بوريكي كل مرحلة. اغطي تاني في المرحلة دي بقى انا، وهوطي عليها النار خالص. بصي شكلها، اللحمة خلاص. انا مستنية بقى الخضار يعني يدوب ويدخل كله في بعضه كده، ما يبقاش ليه معالم، يعني ما يبقاش باين. مش عايزاه يبقى باين اهو. بس خلاص كده استوت. احط لها بقى معلقة الملح بتاعتي، واقلب تقليبة حلوة كده. كده اللحمة بتاعتي استوت وبقت حلوة قوي، وعملت صوص كده بسيط. طعمها رائع يا جماعة، طعمها خطير بجد، ودايبة دوب. وطبعا اي حاجة على نار هادية بتبقى حلوة قوي، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. خلاص، ادي اللحمة استوت وبقت حلوة قوي. خلاص، ادي خلاص خلصتها وقدمتها ووريتها لك، ودايبة دوب. وبصي كل الخضار مش باين. وجربي طريقتي في طاجن اللحمة، وبألف هنا وشفا.